إلى كل من ترك الصلاة، أقول له: انظر الآن إلى هذا الشاب الذي ليس لديه يدان حتى يتوضأ للصلاة، ولكنه لم يستسلم ولم يقل إن الله عذرني ولن أصلي لله. بالعكس، هو الآن يرسل رسالة لكل صحيح ويقول لكم: الصلاة لا عذر لكم بترك الصلاة. نعم، انظروا الآن كيف يتوضأ بقدميه لأجل أن يؤدي هذه الفريضة، لأجل أن يقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: الصلاة قبل أن تقفوا أمام الله جل جلاله. والله أحبتي في الله، هذه رسالة الآن لكل قاطع صلاة، لكل من ابتعد عن الرحمن، أن عودوا إلى الله، أن أقبلوا إلى الله جل جلاله.